متابعينا الكرام، السلام عليكم. حنا كنتواجدوا الان بالحي الحسني. اذا هذا واحد المعرض ديال الصناعه التقليديه فيه العديد من المنتجات التقليديه اللي غادي نقربوكم منها متابعينا الكرام في هذا الفيديو. تشوفوا معنا يعني المنتجات اللي كاينه في هذا المعرض هذا. بلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا متابعينا الكرام. إذا هنايا كيف ما شفتوا معنا متابعينا الكرام، يعني كاين جلابات ديال واحد الصانع تقليدي اللي عنده المحل في سوق العرش أو سوق سيد الخدير. يعني هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني واحد المنتوجات اللي زوينة بزاف واللي مخدومة باليد وتقليدية 100%. إذا هانتوما شوفوا معنا متابعينا الكرام، مازال غناخدوكم في جولة باش تشوفوا معنا يعني باقي المحلات اللي كانت في هاد المعرض هذا اللي دار في الحي الحسني. إذا نشوف يعني جلابات بمختلف الألوان ومختلف الأشكال، وهنايا يعني كتشوفوا الصناعة ديال القصب، صناعة تقليدية 100% متابعينا الكرام. إذا تشوفوا هادشي كله مصوب بالقصب بواحد الطريقة تقليدية، وكيعطي واحد الجمالية وواحد الديكور اللي مزيان. وهنايا كذلك منتجات طبيعية فيها زيوت، فيها كريمات، فيها بزاف د الحوايج اللي كذلك هي من إنتاج يعني صناع تقليديين اللي مصوبينها. وكذلك هنا يعني أدوات خشبية كما كتشوفوا، وصلات ديال الخبز صغيرة، مهرز خشبي والأدوات الطهي. وهنا كذلك يعني صانع تقليدي آخر أو صانع تقليدي أخرى عندها كذلك شوفوا المنتجات كيف مصوبة. يعني المعرض كانوا فيه بزاف د الحوايج منقدروش نصورو كلشي، ولكن خلينا جولة تواجد في المعرض. كذلك هنايا منتجات أخرى تشوفوا متابعينا الكرام. وصراحة يعني كان بزاف ممتاز. وهنا كذلك أدوات خشبية مصنوعة بواحد الطريقة زوينة، في واحد النسخة تقليدية يعني نقشة بالخشب. إذا هانتوما كتمشيو معنا شوية هاد النوع التقليدي زوينة. وكذلك يعني فيه شوية منتوجات وكذلك منتوجات تعاونيات بروفيلا، يعني من أحسن التعاونيات اللي متواجدة في المعرض. عندهم دي برودوي زوينين وطبيعيين، وشي حاجة للغاشية يعني مغاديش شي حاجة اللي مزيانة 100%. متابعينا الكرام، إذا نشوف معنا المنتوجات اللي